والصلاة والسلام على للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئنا في هذا المقام، مقام العلم، نكرم رجلا من أهل العلم كرمه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بالعلوم الشرعية والطبية معا، فهنيئا له وهنيئا إلا فيما ينفع، ولا يتكلم إلا في طاعة الله. وأكرم الله والدته وشفاها وهي بنت بيت العلم، رحم الله أبيها وجدها اللذان أمضى في تعليم القرآن حياتهما وتحفيظ القرآن. وأكرم الله أخيها وهو يقود الدعوة في مركز أبو حماد، فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز علوان مدير الأوقاف. ليس هذا بغريب على هذه الأسرة أن يكون من بينها واحدا فزا أكرمه الله بالقرآن. وليت الشباب والصغار والأطفال والرجال يلجؤون إلى القرآن. لماذا؟ لأننا أمة القرآن التي قال عنها رسول القرآن صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وإن الله سبحانه وتعالى ليكرم بقارئ القرآن أهله وداره ودويرات حول